ولا لحظه فكرت، لانه هذا مهرجان ما في مثله بالوطن العربي. ما بدي ابكي لانه اولاد اخواتي هون. هي بالامارات اليوم من يومين ثلاثه حكيتها، وهي اليوم تكرمت بالامارات. اندري داغر، اهلا وسهلا فيك عبر شارع الفن. بنقول لك مبروك اليوم بين كوكب كبيره ومهمه بلبنان. الاعلام حمى الوطن، صح ولا لا؟ حمى لبنان، مش غلط كمان، حمى لبنان. قديش يوم هيك انت سعيد بوجود هالناس اللي بنحبهم، وحضرتك كمان هيك مكرم؟ خبرنا. اول شيء مبسوط لانه شارع الفن موجود، وانا كنت على ولاده هالموقع من اول لحظته لليوم. والناس اللي ما بيعرفوا انه انت سميته شارع الفن. صح، انت قلتها صح. اوكي، فكتير مبسوط انه عم بتكرم من ارض المبدعين عند استاذ كمال بكسيني وبرعايه وزاره السياحه وزاره الاعلام. وهيدا شيء بدل على رسميه هالتكريم وعلى دعمه ورعايه الدوله له. كثير مبسوط انه انا وهالاسماء مكرمين، كثير مبسوط انه اليوم عم بتكرم، كثير مبسوط بمحبه رفقاتي اللي عم شوفها بوجودكم وبوجوهكم. وايه بيعني لي كثير التكريم، لانه اجى بعد سنين اخذت تكريمات قبل، ويمكن حاجه اتكرم بعد، وانت كمان جون كرمت، وكل تكريم بيعني لنا شيء، لانه كل تكريم بدل على انه انت عم تقطف صح، عم تشتغل صح، وماشي بالطريق الصح، وعم تتكافى على هذا الشغل اللي انت عم تعمله. بالاضافه لهودي كلهم انا بعتز بوجودي بلجنه الزمن الجميل اللي كمان يلا اسالني. اندري قبل لم بتهدي اليوم، انا عندي حيث التهدئه لحدا، لروح حدا بعد يفتكر، صح؟ ما بدي ابكي لانه اولاد اخواتي هون واختي واخواتي هون، فما بدي ما بدي اتاثر واثرهم، بدي احاول انه الهي تفكيري بقصص ثانيه. طبعا بهدي لروح امي وبيي اللي مرافقيني بكل خطوه بكل دقيقه بكل تكه، هن معي دايما، هن بشوفوا خيالاتهم حوالي، فهن صلاتهم وصلوني لهذا النجاح. وبهدي لكل الناس اللي بتحبني. قبل ما نوصل لمهرجان الزمن الجميل، التقيت بالكبيرة سميرة توفيق، ما نحكي عنها شوي. اعلاميا التقيت فيها، رفقتها بكثير محطات. خبرنا هيك باختصار الست سميرة كيف التقيت فيها ووين هي اليوم؟ هي بالامارات اليوم من يومين ثلاثه حكيتها، وهي اليوم تكرمت بالامارات. كمان بهديها كل محبتي. ست سميرة انا وياها على تواصل دايم، كمان مع لينا رضوان بنت اختها كل اسبوع تقريبا بنحكي ونتواصل، بتطمن عني وبتطمنوا عني وعن لبنان. ودائما ست سميرة بتسأل عن لبنان من خلالي، وبتقول لي طمني كيف صار، شو الوضع، اذا حدا بشيء، اذا الكل منيح، اذا الوطن عم يتعافى. سميرة توفيق هيك بقلب القلب قاعده، ساكنه جوات القلب. بهدية اي اغنيه هيك من الاغاني بتحب تسمعها من الست سميرة؟ وكل اغانيها حلوين، ولكن دائما كل حدا بيكون عنده هيك شيء بقلبه، اغنيه مميزه لفنان. بحبك واحب كل من يحبك، واحب الورد جوري لانه بلون خدك. تنحكي شوي عن مهرجان الزمن الجميل. لحضرتك عضو بهاللجنه الكريمه والحلوه، بلشت الدوره الجديده، اكيد ما حنعطي اسماء، ولكن الدوره الجديده بلشت على نار شوي حامي. خبرني. صح، اجتمعنا اول اجتماع، حطينا اول لوائحنا، الاسامي كان كثير يعني كل واحد منا بجيب معه مينيموم 5 اسامي، وبلشنا نغربل باول اجتماع. حطينا الهيكليه الاوليه للدوره الجايه، حطينا افكار كثير تكون معدله للدوره الجايه، لانه النجاح عم يطلع الضوء، ما بقى فينا نرجع لورا، لازم دائما نعمل خطوه لقدام. فالدوره الجايه بوعدكم بقصص جديده كثير، اسماء جديده كثير، اسماء رح تنبسطوا بس تشوفوها كثير، وفي شغلات عم نشتغلها بتوعي بالمشاهد، حس لحظات معينه كان عم بعيشها، كمان رح يشوفها بهيدي الدوره. ما فيني احكي اكثر من هيك جون. يلا اعطينا انت بتعرف شو بدك تحكي، اعطينا بس اسماء وخلص. بس في قصص حلوه عم تنشغل، ان شاء الله يصير التنفيذ مثل ما نحن عم نقرر بالاجتماع. اول ما قال لك دكتور هيراتش اتصل فيك قال لك حتكون تفضل لعنا، حتكون معنا باللجنه، شو فكرت؟ شو قلت؟ ما فكرت، بسنتين كنت قلت له ايه وبشرفني، وهي هيك كانت، ولا لحظه فكرت، لانه هذا مهرجان ما في مثله بالوطن العربي. بكفينا انه كل نجم عم نكرمه عم يرجع يحيوه، عم يرجع يحضروا حفلات، مهرجانات، تمثيليات.
هذا فخر لنا. شفناها صح. كلمه اخيره لكل الناس، شو بتقول لهم اندريه؟ بدي اقول لهم شكرا كثير لكم، انا رح ضل مثل ما انا، وصلت على مهلي وصلت اسرع لمحل ما وصلت، رح ابقى مثل ما انا. هيدا انا، بتحبوني مثل ما انا، بعتذر ما رح اقدر اغير حالي، وافتكر هني حبوني لانه هيك. طبيعي. كيف تنهي اللقاء هيك كانه الميكرو معك، كيف تنهي عبر شارع الفن؟ اندريه داغر انت اليوم مذيع، شو بتقول؟ بدي اقول لهم تابعونا عبر شارع الفن، كل تفاصيل التكريم اللي رح يصير الليله بارض المبدعين عبر شارع الفن مع الصحافي المجتهد جون فريسكور. ثانك يو. شكرا.